هذا أمير المؤمنين. وقصة ذلك الرجل الذي في الخربة لما دفنوا الإمام علي ورجعوا وجدوا رجلا يئن أنين الثكالى في خربة بظهر الكوفة، فدخل الحسن والحسين سلام الله عليهما، فجلس الحسن عند رجل كبير، قال: من أنت؟ قال: أنا من أهل الشام، وفي أول شهر رمضان أتيت إلى الكوفة ومرضت، من الذي يتولى رعايتك؟ قال: يا عبد الله، يأتيني رجل كل يوم يطعمني ويسقيني ويؤنسني، لكن صار له 3 أيام انقطع عني، ما أدري نساني الإمام الحسن. قال: ما نساك، هذا أبي أمير المؤمنين علي، الآن رجعنا من دفنه وصار يبكي. هذه قصص أحبابي تبين لك عظمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه.